انت دلوقتي واحد لسه جايب بي ام اكس وعايز تعمل حركات ومش عارف تعمل ايه عشان تبدا. انا اقول لك على كل حاجه من اول الف الى الياء لحد لما تنط وتطير في الهواء، بس ركز معايا لاخر الفيديو، ركز كويس جدا جدا. زوكا بروز عاملين ايه معاكم دايما؟ فيديو النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن اساسيات البي ام اكس فري ستايل، بالاخص الستريت، الحاجات اللي انت محتاجها عشان تبدا تعمل حركات وتطير وتنط وتعمل كل الحاجات دي. قبل ما نبدا الفيديو، لو عايز تشتري عجله بي ام اكس عشان تتعلم اساسيات البي ام اكس، خش على الصفحه اللينك في الديسكربشن، كلمنا واحنا هنجيب لك عجله حلوه. لو عايز تخش رياضه وتتعلم الاساسيات، يلا بينا نبدا في صلب الموضوع. اول حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، دي اول مره تركب عجله ولا انت كنت بتركب عجل قبل كده؟ فلو انت اول مره تركب عجله فانت ما تستعجلش على الحركات دلوقتي خالص، لا انت لازم تركب العجله كتير الاول وتاخد تحكم كنترول عليها عشان تتهيأ انك تعمل حركات. لكن انت كده لسه جايب العجله وعايز تعمل حركات، فده ما ينفعش، لازم تاخد كنترول الاول، لان الكنترول ده حاجه مهمه جدا في الحركات. فما تستعجلش، الحركات كلها جايه في سكه والله. لو انت عندك كنترول بتركب عجله قبل كده وركبت البي ام اكس وعندك تحكم عليها، فانت عادي خش على الحركات على طول، ما يهمكش، دوس يا برو دوس يا برو. وبرده في ناس بتكون بتركب عجل بس ركبت البي ام اكس حسيتها غريبه شويه، وهي سواقه البي ام اكس مختلفه عن بقيه العجل، فانت ممكن تركب العجله شويه بحيث انك تاخد كنترول عليها، بس المرحله دي ما بتطولش يعني. دلوقتي خلصنا مشكله التحكم، ارميها على جنب بقى، عايزين نخش على مرحله الحركات، ودي المرحله المهمه جدا جدا. اول حاجه لازم تتعلمها في البي ام اكس هي الباني هوب، ان هي انك تنط بالعجله، باني هوب، تنط بالعجله، تقفز بالعجله، عباره انك بتسحب اللي قدام، بعد كده بتفرد العجله قدام، هتلاقي العجله بتنط. انا مش هشرح الحركه دي بالتفصيل في الفيديو ده، انا كنت شارحها قبل كده في فيديو بالتفصيل، لازم تتفرج عليه عشان تعرف ازاي الباني هوب بتتعمل. وقف الفيديو وروح اتفرج عليه، او كمل الفيديو بعد كده اتفرج عليه، مش هتفرق. المهم انك لازم تتعلم الباني هوب. اي حاجه بتبداها واحده واحده، فانت لما تبدا تتعلم باني هوب هتواجه صعوبه في انك ترفع العجل لورا، معظم الناس ترفع العجل قدام، كل المشاكل دي انا اتكلمت عنها في الفيديو. انت لما تتعلم الباني هوب هتبدا ترفعها، مثلا هتنط حاجه قد كده 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 كده، مش هتنط السلم واحده واحده، فانت بتبدا تعمل مثلا باني هوب حاجه خفيفه، حاجه اعلى، حاجه اعلى، كل ده على وقت، حسب انت بتتمرن قد ايه، بتنزل كل فتره، بتنزل على طول، بتنزل تتمرن بجد ولا لا، فكل ده بيفرق من شخص لشخص. ما تستعجلش، اهم حاجه اعمل حركه صح واعملها كتير وانت هتلاقيك بتعلى في المستوى على طول. الباني هوب حرفيا دي اساس البي بي اكس، يعني دي انت بتنط، هي اللي بتدخلك كل الحركات عشان تعمل 180، عشان تعمل بار سبين، عشان تتحرك من على الارض لازم تكون تعرف تنط، تعمل باني هوب مش هوب، عشان في فرق يا جماعه. الباني هوب انك بترفع لقدام بعد كده بترفع لورا، لكن الهوب اللي هي جامب ترفع الاثنين في وقت واحد، دي ملهاش اي لازمه. فلو انت بتعرف تعملها ما تفتكرش ان دي باني هوب، هي كويس وعايش كل حاجه، بس دي ملهاش اي لازمه خالص. انت لازم تتعود ترفع لقدام بعد كده لورا. تاني حركه وهي حركه توازن، وهي المانيوال، هي بالظبط عباره انك بترفع حصان من غير ما تبدل بالظبط، بس بجسمك بيكون نازل لتحت شويه، مش واقف كده وانت بترفع حصان بتكون واقف كده، لا، المانيوال بتكون نازل بجسمك لورا شويه، بتوازن بجسمك، ما بتبدلش، بتقعد تطلع لقدام وترجع لورا عشان العجله ما تتقلبش لورا او تنزل لقدام. والمانيوال برده كنت شارحها في فيديو بالتفصيل، هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن. اي حركه توازن عامه انا بسميها حركه المدى البعيد. المانيوال دي ما تتخيلش انك هتتعلمها في يوم يومين اسبوع، لا، الحركه دي بتقعد شهور لحد لما تلعب بالك سنين، كل شويه تفضل تحسن في المانيوال، لان التوازن ده بيبقى حاجه في جسمك، يعني انت بتاخد وقت عمال لما تتعود على الوضع ده. فما تستعجلش انك تعملها في يوم يومين، لا، انت في الاول هتبدا تعمل مانيوال حاجه خفيفه قوي، ثانيه ثانيتين، بعد كده تعملها 5 ثواني، 7 ثواني، 20 ثانيه، دقيقه، فدي حركه على المدى البعيد جدا. فانت ما تيأس، البي ميكس حرفيا ما ينفعش تيأس خالص، لان الحركات بتيجي بعد محاولات كتيره جدا بغباء. فما تقولش انا اتمرنت النهارده وما جاتش حركات، بكره مش هتيجي، بعد مش هتيجي، عادي، هي البي ميكس كده. لا تيأس يا صديقي، انت اتعلمت مانيوال وتمشي بيه على الارض فلات، هتبدا تتعلم حاجه اسمها هوب مانيوال، كده انت دخلت الحركتين مع بعض، الباني هوب والمانيوال. الباني هوب مانيوال او الهوب مانيوال عباره عن ايه؟ انك مثلا شفت رصيف، فانت بتنط باني هوب، بعد كده تنزل على الرصيف مانيوال وتمشي على الرصيف مانيوال. في الاول انت كنت بتعمل مانيوال على الارض عادي، لا، دلوقتي انت شفت رصيف او اي حاجه تنط عليه، بعد كده تنزل مانيوال عليه وتكمل بقى مانيوال. فدي انت كده عملت ميكس بين حركتين، باني هوب ومانيوال. تبدا تفتح حركات سبوتس مختلفه، ممكن تعمل هنا هوب مانيوال، تعمل باني هوب، دي بتفتح لك حركات. ثالث حركه وهي الفيكي، ودي من الاساسيات البحتيه. الفيكي عباره عن انك بتمشي بظهرك، بتخش في الحيطه كده وترجع بجسمك وتبدل لورا وتعدل. حركه مهمه جدا لازم تعرف تعملها عشان الحركات اللي بتمشي فيها بظهرك زي ال 180 والجي تيرن، هنشرح الكلام ده قدام. الفيكي برده كنت شارحها بالتفصيل قبل كده، بس اهم نقطه في الفيكي انك وانت بترجع تكون مسنتر جسمك على العجله، حرفيا لو سنترت جسمك على العجله ما ملتش يمين او شمال، العجله هتلاقيها اتظبطت معاك الفيكي، لان الفيكي برده حركه توازن وهتاخد وقت طويل عمال ما تتعلمها. عشان تخرج من الفيكي، يعني تخرج من انك ماشي بظهرك، في طريقتين، طريقه اسمها رول اوت، واللي هي انك بتسحب العجله لبره،
في طريقه اسمها هاف كاب، انك بتنط لبره. في عجل معين الهب بيبقى فيه فري كوستر، فانت لما بترجع لورا ما بتحتاجش تبدل ورا زي عجلتي كده، لكن العجل التاني اللي هو الكاسيتو اي عجله هتحتاج تبدل ورا عشان ما تقعش. لكن يا جماعه العجله ما بتمشيش لورا، والله العظيم يا جدعان البي ام اكس ما بتمشيش لورا. انت بتبدل عشان لو ما بدلتش هتقع، لازم تبدل عشان توازن نفسك. الفكره دي بتحتاجها في حركات تانية، يعني مثلا لما تعمل 180 بتنزل بظهرك، فانت لازم تبدل ورا وترجع وتعدل نفسك. فالفيكي مهمه جدا لحركات تانية. الفيكي بجد يعني تعليمها على المدى البعيد اكتر من المانيوال، لا هي عايزه استمراريه وكل مره تنزل تعملها، عشان كل شويه هتقع اول ما تخش هتمشي حبه، فلا لازم تتعمل كتير جدا 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 جدا. والاحسن ان هي مثلا تكون على ارض مثلا يعني منزل خفيف بحيث انها تسهل عليك الرجوع لورا، او لو هي ارض مستقيمه بتخش في الحيطه تعمل عزم وترجع لورا. رابع حركه وهي الجي تيرن 180، ودي حركه ممتعه وسهله ومعظم الناس بتتعلمها اول ما بتبدا بي ام اكس. دي عباره انك بتلف 180 على الارض من غير ما تنط، بتلف على العجله اللي قدام وتعمل فيكي وتعدل. ممكن بقى تعدل هاف كاب، تعدل رول اوت. فانت دلوقتي يعني دخلت كذا حركه، عملت جي تيرن 180، عملت فيكي، عدلت رول اوت او عدلت هاف كاب. برضو انا كنت شارحها في فيديو قبل كده، هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن. انا ما بشرحش الحركات بالتفصيل في الفيديو ده، بس بقول لك على الاساسيات والحاجات المهمه اللي انت المفروض تعملها كبدايه البي ام اكس. اتمنى اكون انا ساعدتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب يا بروها عشان ما تزعلش، ولايك اكيد لايك. يعني لو ما عملتش لايك فانا هزعل بجد، انا هعرف. لو انا سبسكرايب برضه انا هعرف، خلي بالك، فانا هزعل. لو عايز اي فكره فيديو اكتب في التعليق تحت، ولو عايز تشتري عجله بي ام اكس على الصفحه اللي في الديسكربشن. اهم حاجه ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام. سلام يا بروز.